احمد خير، وضربه حره مباشره لنادي الاسماعيلي. احمد صديق على طول اماميه، جودوين تتخطف وياخدها تاني جودو ويعدي. بص بقى، حطوا عينيكم عليه، عنده مهاره التمرير والتصويب وهدف. يا على عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لسه بقول عنده مهاره المرور والتمرير، ومرر لعبد الله الشحات وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد في الدقيقه 19 يحط هدف جميل 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 عشان يتقدم الاسماعيلي بهدف وعشان يشعل المباراه. ادي جودوين محطه حلوه، بص اداها له ازاي، ما اداهالوش بومبا. وادي عبد الله السعيد يسعد جماهير الاسماعيلي بهدف جميل جميل. وانا قلت من الاول خلي بالكم من العمق الدفاعي، خلي بالكم من الهجمات المرتده. وادي هدف جميل، ادي جودوين وادي عبد الله السعيد. ده ثالث هدف ليه النهارده. وفي هدف بيبص هيدي لمين؟ يلعبها لشيكابالا، يلم 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 ويلم 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 اهو لم بهدف جميل جدا جدا جدا. شيكابالا يلم ويلم وكله، وعمل كل حاجه. بعد نص ساعه من الشوط الاول يتعادل الزمالك بمهاره شيكابالا ومزاج شيكابالا. واحد يقول لي يعني ايه؟ اقول له الماتش اللي فات ما كانش ليه مزاج. طب ذنب الزمالك ايه؟ النهارده اهو قاموا الدنيا اهو وتنفسوا الصعداء، وكانه كده بيلاعب وبيغازل يعني جماهير الزمالك. ادي الراجل اهو ماشي شيكابالا بيقول لهم وسع هجيب جول، وجاب جول لا يصد ولا يرد، وهدفين حلوين قوي. ادي علاء، بصوا المهاره بقى، تحت ضغط تحت ضغط وتحت ضغط وتصويب. ولكن برضو عم محمد صبحي ما خدش الخطوه اهو. لما المدرب حراس المرمى بتاعه هيقول له ما خدش خطوه ليه؟ من مكانه. وعلى فكره بالنسبه لحراس المرمى يعني كابتن احمد سليمان يعني عنده ناس دلوقتي كتير قوي، بمحمود ابو سعود اللي طلع مع الحضر 42 دقيقه، واحد الزمالك واحد اسماعيلي، والزمالك ضاغط وضربه ركنيه يطلعها الاسماعيلي، وعلى طول ترد الكوره وفي رايه وفي صفاره وهدف جميل وهدف جميل هدف جميل هدف جميل. الهدف الثاني نشوفه مع بعض بقى، نشوفه مع بعض. جعفر يحط هدف جميل، وعنده على فكره الولد ده هو قدام الجون اعصابه هاديه، عشان كده استنى على الكوره. احمد جعفر في الدقيقه 43 يحط هدف ثاني لنادي الزمالك. وانا قلت خلي بالك يا مستر فوتا لازم تقوم، وبالطريقه دي الزمالك انت مش هتستحمل الضغط الجماهيري ده الاول والضغط بتاع المهارات. واخيرا عاوز اشوف مستشار جلال ما قامش. طبعا الراجل بيفكر هيجيب فلوس منين واللعيبه دي هتاخد كافاه منين. وهنشوف اللعبه مره ثانيه نشوفها. خط الظهر الاسماعيلي طلع، ما شفتش انا برضه مش واخد بالي منها. هنشوف تاني، هنسيبها للكابتن الشناوي هو بقى اللي هياخدها بالتصوير البطيء. هدف يعني خطا من خط ظهر الاسماعيلي ما طلع